لو قدر ينزلها جراديشار لتريزيجيه وزيزو كانوا خلاص راحوا انفراد هما الاثنين. حتى هنا المفروض محمد شحاته يرجع مع تريزيجيه بسرعه، ما رجعش، عشان كده تحس ان في فجوه كبيره جدا بين خطوط الزمالك، وده اللي لعب عليه تروب في ماتش الاهلي والزمالك. مشكله الزمالك ما كانتش في الضغط بس وتوسيع عرض الملعب في الضغط، لا كانت مشكلتهم كمان في الترحيل. يعني هتشوف الكره ديت، الكره راحت لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم لعبها هنا لزيزو، زيزو لعبها لديانج، لو ديانج هنا لعبها لبن شرقي بسرعه كان راح انفراد او راح على الاقل 2 على 2. كانت مشكله عندهم فعلا في الترحيل لان كانوا بيرحلوا ببطء شديد جدا. اللقطه دي بتوضح ان تروب قرا الزمالك كويس جدا، وعارفين ان هم بيضغطوا ضغط بتوسيع عرض الملعب وفي فجوات ومساحات كبيره بين الخطوط عندهم. فهتلاقي هنا هاني بيستلم الكوره، سيف جعفر بيضغط عليه، قدامه زيزو وفتوح واقف معاه صح مان تو مان، وهتشوف هنا ان بن شرقي فاضي خالص بينه وبين محمد شحاته مسافه كبيره جدا. بن شرقي خلاص سرق شحاته وجري. فتوح هنا نفس مشكله الهدف، لا عارف يروح يضغط على بن شرقي ولا عارف يرجع مع زيزو. هتلاقي هنا 2 على 1. لو بن شرقي استلم في اللحظه دي كان قدر ان هو يعمل خطوره مع زيزو اللي كان فاضي خالص. اللقطه دي بتوضح اكتر ضغط الزمالك العشوائي. هتلاقي هنا 4 بيضغطوا على 2، مروان عطيه وديانج. ديانج قدر يطلع بالكوره على زيزو اللي فاضي خالص، وخلفه على طول هتلاقي محمد هاني فاضي خالص كمان. زيزو بيستلم الكرة بيلعبها على بن شرقي، بن شرقي بيلعبها لمسه واحده على هاني. لو كان بن شرقي لعبها صح لهاني كانوا راحوا 3 على 2 في اللحظه دي. بص على تريزيجيه هناك، وبص على كوكا هناك، وبص على هاني هنا. لما الكرة تيجي هنا هتحس ان الملعب عامل زي ما يكون ماطط قوي عشان يوسع عرض الملعب، عشان يفضي مساحات في الممرات اللي بين خطوط الدفاع بتاعه نادي الزمالك في اللحظه دي وقت الترحيل من هنا لهنا. ودي فعلا كرة الهدف. وهتلاقي هنا الشكل اللي انا بقول عليه، وبدأت من هنا ان كان في ترحيل بطيء عند نادي الزمالك. وتروب نجح جدا في المباراه دي لان كان قاري الماتش وذاكر الماتش كويس جدا من قبل المباراه ما تبدا. خلاص الكره راحت هنا لياسر، فزيزو بيقول له اطلع لقدام يا بن شرقي وخلاص سيب المكان ده انا هجري فيه زي ما احنا بنلعبها دايما، بس هنا هنختلف، انت هتروح في انصاف المساحات وانا هجري على الطرف. فعلا نفس الكوره راحت لهاني اللي واقف فاتح عرض الملعب قوي. اول ما الكوره راحت لهاني عينك بقى على بن شرقي، هتلاقيه بيبص على زيزو بيشوفه هو راح مكانه ولا لسه. خلاص راح مكانه. هاني بيبتدي يسلم، قبل ما يسلم هاني كان بن شرقي بيبص على المساحه الفاضيه اللي زيزو فرغها هو وجراديشار. ويحسب لجراديشار اللي كان متسبب في صناعه اللعب في اللقطه دي، وقدر يسحب محمد اسماعيل ناحيه الشمال عشان يفضي مساحه اكبر لبن شرقي، اللي اول ما هاني استلم خلاص عينه لمحت المساحه الفاضيه. فبن شرقي جري من لحظه ما استلم هاني، مش من لحظه ما استلم زيزو. خد بالك من النقطه دي. هنا هتلاقي زيزو بيستلم خلاص، هو بن شرقي خلاص عمل سبرنت. زيزو اول ما استلم عينه على بن شرقي، خلاص هم متفقين على اللعبه، فبيرفع عينه بيلعب الكوره على راي الكابتن ميمي الشربيني بالتليفون. فعلا كان بالتليفون قدر ان هو يوصل له الكوره كانها معزوفه موسيقيه عشان المعزوفه تكمل بغناء احسن من غناء ام كلثوم وعبد الحليم لبن شرقي. قدر يوقف توقيفه عالميه مع امتصاص للكوره عشان تنزل قدامه بشكل معين، عشان يلف جسمه ويقفل الكوره بشكل معين عشان تروح بالشكل ده. وفعلا نجح في الكوره دي واحرز هدف عالمي. انا كده شرحت لك ازاي